السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن طائر البغبغاء. طبعا طائر البغبغاء من الطيور الكبيرة نوعا ما في الحجم، منقاره كبير أوي، المنقار بتاعه كبير أوي أوي، وبيستخدموه في حاجات كتير أوي. ممكن لو شفته وهو في قفص يبدأ يعني إيه يشد منه كده ويحرك رجليه، يتحرك عن طريقه. هو البغبغاء أصلا كمان لو كان هو بيتكلم، البغبغان بيتكلم زينا. طب ليه هم أطلقوا عليه اللي هو بيتكلم؟ أولا البغبغاء من الطيور الحنونة على زوجته قوي، وبيحب الأماكن الدافئة ومرتبط دايما بزوجته. حتى لما هي بتيجي تحتضن البيت بتقعد حوالي شهر ونص، هو تقريبا اللي بيقدم لها الأكل وبيخدمها عامة. وعامة البغبغاء لا يتكلم، عشان برضه نبقى واضحين ايه في أول الفيديو. البغبغاء بيقلد الأصوات، ومش هو لوحده على فكرة. برضه في نوع من أنواع الغربان وطائر الزرزور الأوروبي والقيثرة، دول بأعداد قليلة ومحدودة يقدروا يقلدوا، بس مش زي البغبغاء في تقليده. طب هو بيقلد ازاي؟ دي طبيعة عنده في الأحبال الصوتية. ازاي؟ من خلال وصلات عصبية تساعد على بتعلم الصوت اللي انت بتقوله، وذاكرة قوية للصوت. يعني تقول له مثلا صباح الخير، تلاقيه يرد لك بصباح الخير وما بيردهاش. ده بيعملها عن طريق صندوق الصوت اللي هو المصفار، حاجة اسمها التصفير، بيعملها لكنه بيصفر، ما بيقولش. هو ما بيجي بيتكلم بيقلدك، تقول له ازيك يقول لك ازيك. ماشي. وخلي بالك بتفرق معاه الحاجات دي، بتفرق في مخرج لسانه، في تعبير الأصوات، وتحريك الرقبة بتاعته بطريقة معينة يبدأ يقلد الصوت. انت ممكن تعلمه مثلا ايه، زي تقول ايه صباح الخير، كل ما ينفتح باب تقول له صباح الخير، يبدأ هو كل ما يشوف حد بيفتح باب يقول صباح الخير، بطريقة التصفير وليس مثلا بالتقليد. طبعا مش كل البغبغاء بيقلد صوت الإنسان. في مجموعة منهم بتقلد، في فصيلة كبيرة لا تقلد. وطبعا البغبغاء بيصنف من ضمن أذكى الطيور على مستوى العالم. وده كل ما لدينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.